يا مساء الفل. النهارده هعمل حواوشي اسكندراني بطريقه حلوه جدا بطريقتي، يا رب تعجبكم. تعالوا اقول لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا 3 كوبايات من الدقيق، معلقه خميره، معلقه سكر، ربع معلقه ملح، كوبايه ميه للعجن. هنعجن المكونات دي كلها لحد ما تكون عجينه متجانسه مرنه، وبعدين هنزل عليها برشه من الزيت وهعجنها تاني وهسيبها تخمر. تمام كده. انا نزلت باللحمه المفرومه، عليها بصل، عليها فلفل الوان، عليها فلفل حار، ملح وفلفل وتوابل الحواوشي. بعد ما العجينة خمرت هقلبها يمين وشمال، هشيل الهواء منها، هنزل برشة من الدقيق وهبدأ اكور العجين كور صغيرة، علشان انا عايزة الرغيف ما يكونش ولا صغير ولا كبير، وسط. تمام كده. هعمل طبقات من العجين كبيرة وطبقة صغيرة. طب ليه انا بعمل كده؟ علشان الطبقة الكبيرة هتبقى تحت والطبقة الصغيرة هتبقى فوق بعد عجينة الحواوشي. تمام. انا دلوقتي حطيت الطبقة الكبيرة تحت، وحطيت العجينة بتاعت الحواوشي اللحمة، وحطيت الطبقة الصغيرة فوق. وعشان اغلفه او اقفله هبرم الرغيف داير ما يدور كله، وبعد كده هنزل عليه برشة من رشة ملح، وكمان رشة سمسم، ورشة الحبة السوداء او حبة البركة، ونزلت بمعلقة زيت صغيرة على الجريل، وبعدين هقليه. طبعا هو كده شكله حلو جدا، وهو بدأ يعني يتنفخ معايا ويلون كمان. بصوا الجمال حلو ازاي. بصراحة مخدش مني وقت خالص، وطعمه حلو جدا. وديت الرغيف التاني عملته كشكل هلال او كشكل كده نصه. برضو عملت نفس التشكيلة، وحطيت الزيت وحطيت برضو حبة البركة. بصوا شكله حلو اوي، بقرمش وطعمه تحفة. ده الشكل التالت لشكل الحواوشي ذات نفسه. العجينة برضو طبقة كبيرة، وبعدين عجينة الحواوشي، وطبقة تانية كبيرة برضو، وهنزل عليهم بصوابعي كده اخرمها، او يعني اعمل كشكل، وبعد كده احط الزيت، واحط كمان حبة البركة والسمسم، واحطه طبعا على النار. وبعد كده لو حاسه ان هو هيتنفخ مني برضو احط، يعني اشكشكه كده. بصراحه شكله حلو جدا. انا حطيت عليه صوص وحطيت عليه كاتشب. طب وده الشكل النهائي للحواوشي. انا عملته ساده، عملته بالسمسم والحبة البركه، عملته بالكاتشب. يا رب وصفتي تعجبكم. باي باي.